معنا رئيس فريق الوداد الرياضي ورئيس الاصفار الاحترافيه لكره القدم سي سعيد الناصري مباشره عبر هاتف. سي سعيد الناصري مساء الخير ومرحبا بك على موج راديو مارس. اهلا وسهلا، اهلا بمستمعي راديو مارس. معنا سي جمال السطيفي رياض الغازي وكذلك سي فتاح العلوي بطبيعه الحال كيرافقونا خلال حلقه اليوم. مرحبا بسي جمال والغازي والاخوان الاخرين. مشكور جزيل الشكر سي سعيد الناصري على التواصل ديالك الدائم برنامج المريخ الرياضي. وموضوع موضوع حلقه اليوم هو الميركاتو بطبيعه الحال ديال فريق الوداد الرياضي. جمهور الوداد باغي نعرف شكون اللاعبين. ياك الميركاتو غادي يسالي اليوم في 12 الليل. اليوم ان شاء الله غيسالي وباقي بينكم بين 12 الليل تسولونا ونجاوبكم جمله وتفصيلا. حنا راه مازال اللي سولتونا مازال حتى شي حاجه ما كاينه. بالنسبه للميركاتو ديال فريق الوداد الرياضي شكون هما اللعابه اللي التحقوا رسميا بالفريق سي سعيد الناصري؟ وكيف كيعرف الجميع حنا عندنا واحد العدد كبير ديال اللاعبين اللي كان فوق 30 لاعب، لانه كانوا عندنا 30 لاعب زائد اللاعبين اللي كانوا ثلاثه اللاعبين اللي غير مسجلين اللي هو مهتدي وجمال بن الدار وهاشم. اذا بطلب من الاداره التقنيه، حيث نقول لك الاداره التقنيه خص الانسان يسمعني ويعرف بان الاداره التقنيه التي ترأسها المدرب شخصيا، واي مدرب جاء الوداد الا هو العين التقنيه. هذا احنا حيث كنعينوا شي مدرب ما يمكنش نبداو ندخلوا في الاختصاصات ديالو. حنا كنطلبوا منه نقولوا له اعطينا عندك مراكز الخصاص اشنو اللي خصك انت، وربما الخرجات ديال السيد الوزاري ثم زعما كاين على درايه كامله انه كان كيطلب انتدابين ولا ما كانش ما عندوش الاشكال مزيان. قلنا ليه ما واقع الخصاص هو تيقول لك اذا كان شي لاعب في اي بوست وغادي يقدم اضافه، فمثلا شنو اللاعب اللي يقدم الاضافه ان المستوى ديالو يؤكد انه غادي يكون في الموعد. هذا ماشي غير هو، راه حنا كاملين نطلبوا ان نجلبوه يكون من اللاعبين ديال الوداد. واذا ما كانش حنا ماشي غادي نديروا انسداد من اجل الانسداد. هذا الشيء كان درناه في المراحل السابقه باش نحصلوا على واحد الفريق متجانس هو اللي كنملكوه الان، ولا هذا الفريق ملك لجميع الجماهير ديالو، الجماهير ديالو سعيده معاه. حنا ما غنخصوش نحرموا، لان كتعرف كل مكان فيه لاعبين اللي تيلعبوا ماشي اكثر من 11، راه تيكون حارس المرمى زائد 10، وحيت يكونوا صغيرات ما تيفوتوش 3، وحيت اللي تيكونوا في البونتوش هما 18، حيت يكون عندك 30 لاعب كيصعب حتى على المدرب، والمدرب اللي كيتشكى من هذه الاشكاليات يقول لك انا حيت كتجي معي يوم المباراه هاد 30 لاعب كلها بغات تلعب، ولكن باش نوفق بيناتهم كنلقى اشكاليه. واجازكم بخير لما حاولوا تخفضوا لي من هذا العدد من 30 ابعد التقدير خليو 24 حتى ل 25. كنحاولوا اننا الناس اللي ما كيلعبوش اولا كنحاولوا باش يمشيو يقلبوا في اماكن اخرى على المستويات ديالهم ويقلبوا على المسار ديالهم، ما نخليوش حنا بيان سور مرهونين ما كيلعبوش، مرهونين ما تيلعبوش سنوات. اللي كان خلينا هذه الاشكاليه واننا كنتابعوا هاد اللاعبين، وهو الاشكاليات ديال الواجهات. الحمد لله هذه السنه الواجهه مقاده مع البطوله الوطنيه غتساهم مع البطوله الوطنيه. الخارج ديال العداد غادي يكون ما تيتعداش 25 لاعب. نسمعوا السؤال ديال السي جمال السطيفي. بطبيعه الحال حنا تبعنا المسلسل ديال التعاقد مع اللاعب جبران، كان ايضا دخول ديال فريق الرجاء على الخط، وكانت يعني مفاوضات يعني خريب خذات مجموعه من المراحل. خريب قالت هي السؤال ديالي هو كيفاش حسمتوا هذه الصفقه، يعني كيفاش نجحتوا في حسم هذه الصفقه. والسؤال الثاني هو دائما كالحديث على ان الوداد في حاجه يعني قلب هجوم، واش ممكن تعاقدوا في هذه اللحظات الاخيره مع يعني قلب مهاجم صريح في فريق الوداد؟ اولا هذا مطلب ديالنا حنايا قبل ما يكون مطلب ديال الاداره التقنيه، والمطلب اللي كيجينا عن طريق الجماهير ديالنا انه كاين عندنا بعض اللاعبين اللي هو جبور او جابريال. هاد اللاعبين ما قدموش شي اضافه مميزه في هذا الموسم. حنا كنقولوا حنا جبنا لا جبور ولا جابريال المستويات والعروض اللي قدموها مع الانديه ديالهم. جبور كان مجرب، وحنا حتى نقولوا مجرب انه حنا كنتمنوا منه انه يقدم الاضافه، والمدرب انا كيف كان يشاع له ولا بظن بانه طلب التسريح ديالهم، هذا كذب ومعمول. قال بانني انا كنطلب من هاد اللاعبين او اي لاعبين اخر. مع ذلك عندنا عروض
عده لاعبين، انا جيت لك عده لاعبين بالايحاء الى حد الساعه اللي هو اناجم، الحداد، كومارا، داري. وهذه العروض باثمنه باهظه، اثمنه بارابور الناس اللي تيوهموا الناس اننا حنا ما عندنا باش نخلصوا اللاعبين ديالنا او ما عندناش باش نسالبوا. كان ممكن اننا نقدروا ندوزوا صفقه واحده ويبان على اساس ان راه ربما، ولكن حنا في غنى على هذه المساله، ولهذا وخلينا اننا نبقاو على اللاعبين ديالنا لاننا عندنا واحد المواجهه وسنطلبوا اننا نحققوا فيها المراد، وهي مواجهه ديال عصبه الابطال، ولهذا لم يتم تسريح اي لاعب. بالنسبه بما فيهم الحداد، ما بقاش غادي بما فيهم الحداد ولا اناس. داكور، غادي نرجعوا غنرجعوا للسؤال ديال المهاجم. خلينا سي ناصري لو بوست داتاكون اللي نقدروا الوداد من خلاله يستغلوا الفرص اللي كيوصلوا للكارت ديال لكن مالوغوزمون حتى الساعه. حنا الجميع حنا في حوار مع السيد بنزرتي، والجميع تعرف الطريقه اللي تلعب بها السيد بنزرتي. تيقول لك ياكد لك الا كان شي لاعب بما هو الصلاحيه انه ينتدب، ربما جرب واحد العدد ديال 6 أو 7 ديال ديزاتاكون واللي كيسون كونفيرمي، شاف الفيديوهات عرضنا عليه عده، الى انه لم يقتنع. كيقول لك انا هذا الشيء اللي عندي احسن، اذا كان شي حد اخر انا ما يمكنش غادي نشوفوا غير هذا، ولكن خصو يدوز معايا موسم. الا كنتي كتقلب على واحد يدوز معاك موسم، ما هما جوج دوز معاهم موسم، لا جابرييل ولا زبور. هو سرنا انه الطريقه اللي كيلعب بها خاصو واحد لاتاكون تيلعب ماشي بديك الطريقه اللي كنعرفوا راس حربه 100%. انه قال لك انا بدل انه يجيبوا لي اتاكون ولا ما يكونش بهذه المستويات اللي كنعرف، انا كنصر على ابقاء الحداد والناس. داكور. واخا اللاعب احداد ديال الزمالك، واش كاين شي مفاوضات معاه باش يجي للوداد؟ كتعرف لاعب احداد جميع الفرق الوطنيه كان كيلعب لاعب ديال البطوله الوطنيه وقدم مستوى جد رائع. تم الانتداب ديالو لفريق الزمالك. هذا الاطار سمعنا انه ربما عنده خلافات مع المدرب، ولهذا حنا ماشي عن طريق الزمالك مباشره، ولكن عن طريق بعض الوكلاء اللي عطاوهم العرض ديالنا على اساس انه هما قال لك ما يقدروش يفرطوا فيه. حنا كيف حنا ما نقدروش نفرطوا في اللاعبين ديالنا، حنا سهلنا الامور جد عاديه. ما يمكنش غادي تكون واحد النادي اللي هو تيلعب على الواجهات تقول لي لا اعطيني هذاك اللاعب، هو تيقول لك راه انا محتاج الى ربما جبت واحد اللاعب، هما كان عينيهم على واحد اللاعب اللي هو اسمر الشرقي، ما استطاعوش انهم يدخلوه مع المجموعه ديالهم باش يستغنيوا على اللاعب غير كاعاره، ولهذا راه تم اللي يبقى. سي سعيد، انا سمعت عينهم على بن الشرقي. هادشي اللي قال. وعلاش ما تكونش نتوما عينكم على بن الشرقي ترجعوه؟ احنا دائما تعرف انه كان من بين اللاعبين اللي تميزوا في البطوله الوطنيه، وحنا ما زلنا على اتصال معاه. كانت عنده واحد الاشكاليه انه لا مشى من النادي اللي فيه فرنسا، ما يمكنش يمشي لنادي اخر لانه ربما لعب ما يمكنش ليه ياخذ دوبل ليسونس. هذا هو اللي داكور. سي سعيد ناصري، قرينا جميعا في انستغرام وفي لي ريزو سوسيو احدد كيودع الجماهير ديال فريق الزمالك، والاخبار اللي عندنا بانه الان في الطياره داخل المغرب. هذا السؤال خصو توجهوا لسي احدد ماشي هو ودع الجماهير، واللي عندنا اخبار بانه جاي في الطياره دابا. يا سيدي شوف، الى عندك الخبر جاي في الطياره حيت يجي على سلامته واخا بالنسبه للاعب ديال الطاس اللي سينيتو ليه، يعني تم توقيع عليه الظهير ايسر، واش غيبقى يعني في الوداد ولا غتم الاعاره ديالو للشباب محمديه او لفريق اخر؟ وبالنسبه لي هو حنا غادي نسجلوا ان شاء الله اليوم في الوداد، وغادي يبقى هذه مهمه ديال المدرب. وي داكور. الى المدرب اقتنع بالاداء ديالو هو نسبيا نوافق عليه، ولكن لا اقتنع بالاداء ديالو كيف داكشي اللي كنتمناو انه ينجح، لانه عرفنا جدنا من القسم الوطني الثاني ان شاء الله يقدم الاضافه ويكون ممتاز في المركز اللي كيبحثوا عليه، ماشي غير نادي الوداد، جميع الفرق الوطنيه راه تحت بما فيهم الفرق المنتخبات الوطنيه. داكور. بالنسبه للاعبين اللي باغيين الخير وينجح في المهمه. نعم. بالنسبه للاعبين اللي باغيين يغادروا الفريق، تاخذ اكزومبل مثلا مهتدي اللي خرج واعلن عليه صراحه بانه باغي يغادر الفريق على اساس انه يمشي يلعب ماتشات ويدير ماتشات في رجليه. اتفقتوا مع لاعبين مثل المهتدي الهاشمي دوطخ على طريقه الانفصال ما بينكم؟ نعم،
كلهم تم الاتفاق بحال الهاشمي، تم الاتفاق بالترى بانه يغادر بصفه نهائيه، غادر لاعب الباز معار للمراكش. كوتاري تم الاتفاق بالتراضي انهم ينسخوا العقد بصفه نهائيه. خروبي راه تعرف حنا لاعبين على عده اوجهه، وكتعرف الخروبي الخيمه ديالو لانه منتخب هو حارس دولي، ما يمكنش نفرطوا فيه في البطوله. سي سعيد، كاين واحد الحديث على واحد اللاعب ديال وفاق سطيف عبد المؤمن جابو، بزاف الناس كيتسائلوا وحنا ايضا كنتسائلوا واش كاين شي مفاوضات مع هذا اللاعب؟ انا كنتسائل معكم. لا بلا ما تبقى تسائل معنا، واش كاين ولا ما كاينش؟ دابا قول لنا واش عرض، شوف باش نكونوا اكثر دقه، واش عرضوا عليك هذا اللاعب او لا؟ انا دائما تعودت مع نفسي انني ما نقول شي سر شي كلام بالاخص للجماهير، ما نقدر نوعدهم حتى شي حاجه انا غادي نخالفها. اذا كان شي حاجه انا غنتصل بيا غادي نزودك بالمعلومه، نقدروا نشوفوا شي مفاجاه كامله ما يمكنش نقولها لشي حد. سعيد انا عندي سؤال مهم. الميركاتو غيسد مع 12 الليل، تقدر تكون شي مفاجاه من هنا ل 12 الليل؟ حنا المفاجاه ماشي 12 الليل، المفاجاه المواسم المقبله. حنا لا كندوي على هذا 12 الليل هذا. حنا من الان حطينا عينينا على عده توصيه من المدرب على عده لاعبين، وهاد اللاعبين حنا خصنا نكونوا سباقين ان شاء الله على اساس باش عارفين انهم قدموا البلاء الحسن في الفرق ديالهم، ولهذا غيتم الاتفاق معهم ان شاء الله باش يكونوا ان شاء الله في الموسم ان شاء الله. ولكن ما جاوبتينيش من هنا ل 12 الليل غتكون شي حاجه ولا لا؟ يا سيدي من 12 الليل مهندس ديروا حاكي هادشي اللي بغيت ويكون الخير باذن الله ان شاء الله. سي سعيد، غير فيما يخص الصفقه ديال يحيى جبران، يعني كانت يعني انا شخصيا بعض الاخبار كتحدث عن انه سي محمد اوزال اتصل بك يعني بخصوص هذا اللاعب ديال يحيى جبران. واش فعلا اتصل بك يعني باش انه بخصوص هذا يعني الصفقه ديال يحيى جبران انه ربما واش تخليه للرجاء، واش كان شي صفقه في هذا الاطار؟ واش لا غير الله يجازيك بخير، ولاش حنا لكن غادي نلعبوا شي مباراه مع اي فريق معين، واش الرئيس ديال الفريق يقدر يتصل بيا على اساس باش نحضروا الامور اللوجستيكيه؟ ما يقدرش يدوي معايا ولا ندوي معاه انا على اللاعبين، لا هذا يلعب ولا هذا ما يلعب. لا واش كان اتصال ولا ما كانش؟ لا شوف انا السي محمد اوزال كان اتصل بيا باستمرار، كان نسول على الصحه ديالو، نسول عليه ونسول فيا وكل الاحترام والتقدير. لا دابا كدريبلي والله سعيد سي سعيد انت في لي كومونتير في فيسبوك كلشي قلنا الناصر كيدريبلي احسن من اناجم. لا والله العظيم لا غير في خصوص هذا الموضوع السي سعيد، واش اتصل بك اوزال ودوا معك على يحيى جبران؟ في اوزال وقدموا له كل الاحترام واتصل بي وتنتصل به باستمرار وقدموا له الاحترام والتقدير، وانا حيت كنشوف التليفون ديالو تنفرح لانه اذا انت لا تنفي الاتصال ولا جميع المناسبات. يلا الله يعطينا شي افونسون ترومبوان بحالك. سعيد انا نسولك وبغيتك تعترف بالحقيقه واش ارتكبتوا خطا ولا كنتوا ترتكبوا خطا في القضيه ديال المترجي؟ يعني شنا المترجي كنتو باغي تعيروا يمشي اعاره، وبالتالي شنا المستوى ديالو اليوم مع البنزرتي. لا غير بلاتي المترجي راه ماشي كنا غنعيروه، انا غادي نطرحوا لا متفق كان ماشي اعاره. لا حنا كنا غنصيفطوا اعاره لمده 6 شهور، كان غيكون موجود، كان غيكون افضل الان غادي يلعب المباريات كاملين. اما دابا راه لعب ربما كاع في خلال واحد 29 مباراه غتلقاه ما لعب حتى 5 صحاح. اذا حنا كان الهم ديالنا وهو انه مترجي يكون افضل بكثير مما هو عليه، وتنتمنوا له مسيره موفقه. راه هو بدا كيتفهم والمدرب ديالو راه تيوعي انه المسائل اللي ما خصوش يديرها، هو الاذن الحمد لله صاغيه، وراه حتى المردود ديالو راه كتشوفوا انه مباراه بعد مباراه كيتحسن. لا كيتحسن، خاصة إلا جا مترجي الآخر يبدا يسقيه بالكواري تولي مترجي، حتى المترجي غتكون مزيانة. مترجي لي في المحمدية إن شاء الله كله ما حدد اون بوينت عاوتاني. لا سي سعيد اون بوينت بحال سعيد النصر.